وإيطاليا، خاصة بعد زيارة لسيدة جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية للجزائر، واتفاقات كبيرة وكبيرة جدا باش نسمعوا البعض منها وباش نحكي لكم على البعض منها، ونحبك تعلق عليها لأنها مهمة جدا باش نحكي وش قاعدة تعمل الجارة الجزائر على مستوى الاستثمارات. نسمع بعضنا اش قال ورئيس الجزائر سي عبد المجيد تبون في لقائه مع السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا. هناك إمكانية انطلاق هذا المشروع، وما هي مدة تنفيذه؟ شكرا. مدة التنفيذ اتركها للتقنيين، أعتقد أنها ستكون قصيرة، ولكن الأنبوب في حد ذاته اتفقنا عليه ومضينا الاتفاق اليوم على أساس بداية الدراسة ثم الإنجاز في أنبوب يكون أنبوب خاص، ما هوش أنبوب مثل الأنبوب الموجود حاليا، لأنه أنبوب سيضم أولا الغاز، ثانيا هيدروجين، الأمونياك، وحتى الكهرباء. إذن مشروع هام جدا يجعل من إيطاليا يعني موزع لهذه الطاقات عبر أوروبا، لإيطاليا بحد ذاتها ثم مع أوروبا. شكرا. أنبوب يربط بين إيطاليا والجزائر، يهز 4 حاجات، يهز ليزينيرجي رينوفلابل، دونك يحكي على الامونياك، يحكي على الهيدروجين فير، يحكي على الالكتريسيتي والغاز ايضا. السؤال اللي نتسائلوه ما نعرفش اسكو باش يتعدى على تونس ولا مش باش يتعدى، هذه الحاجه الاولانيه. شنو هو مصير الانبوب نتاع الغاز اللي متعدي على تونس اليوم؟ والجزائر ايش قاعده تعمل اليوم؟ في المقابل نعطيك معلومه، ما نعرفش كيف بالك بها سي خليل ولا لا. اتفقوا زاده على انه وحده تصنيع سيارات من علامه ايطاليه معروفه برشا باش تكون موجوده في الجزائر على مساحه 40 هكتار، باش توصل حتى 90 هكتار، وتعمل في 60,000 سياره في السنه وتصل الى 90,000 سياره. اش قاعد يصير في الجزائر اليوم بالرغم من المتلا فينانسيي انورم معناها اللي جاي من البترول؟ قاعدين يخموا كمان في الطاقات المتجدده. وين نحن من هذا الكل؟ شوف، الجزائر اليوم عندها امكانيات نتاع استثمار وطني كبيره برشا، نظرا للعائدات نتاع البيع الغاز والبترول اللي هي ارتفعت مع ارتفاع الجنوني اللي صار في العالم، إلا أنه في السنوات الأخيرة الجزائر ما استثمرتش بطريقة كبيرة ياسر. اليوم لقات ان بارتنير اللي هو ظاهريا اللي هو إيطاليا، واللي إيطاليا هي بيدها حاشتها بالجزائر. دونك إيطاليا هي اللي جات للجزائر، لكن عبر إيطاليا الجزائر تستهدف أوروبا الكل، لأنه العملية هذه باش تربط صحيح الجزائر بإيطاليا، لكن باش تربط الجزائر بأوروبا الكل. أي بلد أوروبي يحب يستورد باش يولي يستورد عبر الطريقة هذه. دونك يظهر لي الجزائر اليوم مشات دخلت في فاز جديدة. هو قال للرئيس تبون الأنبوب هذايا مش كما الأنبوب الآخر، صحيح يقصد على الأنبوب. أنا نفهم العملية هذه إذا كان نقول مش كما الأنبوب الآخر، دونك مش بتعدى على تونس. هذا أنبوب باش يمشي يشق المتوسط، ربما المسافة نتاعو باش تكون أبعد والتكاليف نتاعو باش تكون أكثر، لكن باش يكون أنبوب يربط بصفة مباشرة دون العبور عبر تونس. هذايا تقريبا أكيد أنه باش يكون أنبوب مباشر. شنو هو مصير توا الانبوب اللي العابر للبلاد التونسيه؟ انا نتصور الانبوب مازال عنده اون ديري دو في معناها، والجزائر ماهيش باش تخلى عليه، باش تقعد تصدر عليه الغاز، لكن لي كونتيتي الكبار اللي هما باش يستهدفوا من غادي فرنسا، باش يستهدفوا ايطاليا ومن بعد المانيا والنمسا والبلدان الاخرين، باش يعبروا عبر الانبوب. خليل وين نحن من هذا الكل؟ معناها اليوم زوز اخبار اللي عطيتهم لك. الانبوب هذا الجزائر جات بعدنا في الطاقات المتجدده وقاعده تعمل انبوب باش تصدر الطاقات المتجدده. الجزائر جات بعدنا في الكونستركسيون اوتوموبيل، معناها لانه نحن عندنا قطاع نتاع كونستركسيون نتاع لي كومبوزونت اوتوموبيل مهم ومهم جدا، وقاعد يصدر معناها لاكبر العلامات. المغرب اليوم عندها مصنع، مصر حكينا عليها الجمعه اللي فاتت عندها مصنع، الجزائر اليوم عندها مصنع. احنا استراتيجيا
فماش مشكل في البلاد هذايا معناها اللي قاعدين يخموا في البلاد مش قاعدين يشوفوا شنو اللي قاعد صاير معناها اون تو لي زاتو اي اون ناريف با كابتي دي انفستيسمون باري. شوف نحن عندنا مشكل نعرفوه توانسه الكل نعرفوه اللي هو المشكل بتاع لاستابيليتي بوليتيك. لاستابيليتي بوليتيك خلقت مناخ انه اليوم ما فماش رؤيه على المدى الطويل، لانه نشوفوا في الحكومات نتاعنا الديوري في نتاعها ما بين عام وعام ونص، عامين. حكومات تصريف اعمال وحتى اقل من حكومات تصريف اعمال. تصريف اعمال ديما مشكوك لا في استراتيجيه لا نظره لا غزره لا كاب لا لا لا, لا ما فما شيء ما نعرفش وين ماشيين معناها ديما المواعيد السياسيه اللومبورت على المواعيد الاقتصاديه. اون راتي لو كوش ايكونوميك. برشا بلدان مش كان الجزائر والمغرب جنوب الصحراء افريقيه قاعده تهرب علينا. تبقينا نحب ان هنا جو ريلاتيفيز ام تي بو المشروع نتاع صناعه السيارات هذا اللي باش يكون تقريبا حسب ما حكيت انت في الشيفر اللي عطيتهم الارقام، هو مشروع معناها حقيقي مش تركيب كما المشاريع اللي تعملت في الجزائر وما نجحتش اللي هي مشاريع نتاع تركيب. هو مشروع نتاع مصانع معناها عملاقه نتاع صناعه السيارات. اما نعرفوا اللي هذا باش تستفيد منه تونس في مرحله اولى بطريقه كبيره ياسر، لانه الجزائر ما عندهاش الاطور نتاع المشروع هذا مصنعين مكونات السيارات اللي هما موجودين في تونس، واللي هما يظهر لي لازم يستعدوا انه باش يزودوا المشروع هذا. الجزائر ربما يحب لها 5 إلى 10 سنوات باش تعمل نسيج نتاع مصنعين مكونات السيارات باش يعملوا الاليمونتاسيون نتاع المصنع هذا. في الوقت هذا تونس تنجم تستفيد منه. تونس راهو مش قاعدين في اللوجيك نتاع سوتريتونس فينالمون، دونك يل سوتريت وناخذوا لي كومبوزونت واليوم باش نجيبوا معناها كونستركتور لهنا نحطوه وانتجراسيون كبيره. وكما كنت تحكي انت معناها لهنا هذا اللي خلقني انا كنتوسي كي نسمع هكا يعطيهم الصحه الوخيل الجزائريين. فما ناس تخمم وناس قاعده ربما عندها نظره استشرافيه ولكن انا كتونسي اليوم معناها بلادي تعز عليا وقت اللي نشوف البوتنسياليتي هذوما، وقت تشوف عندك الارضيه كامله باش تجيب ان كونستركتور اوتوموبيل وما تجيبوش وانت عندك 280 ولا 300 شركه تهز الاعلى او اغنى واقوى معناها مصنعين تاع سيارات في العالم، وانت ما تنجمش تجيب ان كونستركتور اوتوموبيل. شوف انيس يظهر لي انا القطاع نتاع الاوتوموبيل نعرفه بالكدا وخدمت عليه برشا. اليوم انا نقول لك سي تروتار باش نجيبوا ان كونستركتور اوتوموبيل العادي بالطريقه العاديه. اليوم عملنا نسيج نتاع مصنعين مكونات السيارات، المارج فيه والبلو فاليو فيه اكبر بياسر من المصانع نتاع السيارات. السوق نتاعنا ما يغري حتى بلاد باش يجي يعمل مصنع نتاع سيارات. السوق صغير بالطريقه اللي نحن فيها. اللي يمشيوا للجزائر ويمشيوا للمغرب ويمشيوا لمصر يلفيز السوق اولا. ربما نحن اللي يلزمنا توا نحيو هالفكره نتاع مصنع سيارات ونمشيو للموبيليتي الكتريك، نسبقوا الناس كل ربما باش نحكيو على الموبيليتي الكتريك. الموضوع الثاني هو الاضراب المقرر